رسالة شكر وتقدير إلى منظمة التقنية من أجل السلام، وخصوصا السيد أوس السعدي. أنا كناشط مدني وصحفي أعيش في ألمانيا، تعرض صفحاتي في المنصات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك إلى هجمات إلكترونية كبيرة، وأغلقت صفحاتي العديد من المرات لكوني أنشر مقالات حول الوضع السياسي والاجتماعي في العراق، هذه المنشورات لم تكن تعجب بعض الساسة العراقيين أو بعض الفئات أو بعض الأحزاب، فقاموا بمهاجمتها الإلكترونية والتبليغات الكاذبة عني في الفيسبوك، وأدى ذلك إلى إغلاق صفحتي. ولكن عندما تعرفت على منظمة التقنية من أجل السلام وخاصة السيد أوس السعدي، ساعدني كثيرا في استرجاع صفحتي، وأنا أشكره هنا وأقدم له كل الاحترام والتقدير لجهودهم. حقيقة صوت الحق دائما يجابه بهجمات شرسة من قبل المضللين، من قبل الذين لا يعجبهم هذه الحقيقة، فنحن متواصلون، فنحن مستمرون في وصول الحقيقة وفي نشر الحقيقة من أجل الدفاع عن الإنسان العراقي، من أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية، وهذا هو هدفنا كنشطاء وصحفيين. صحيح نتعرض إلى كثير من الهجمات، نتعرض إلى كثير من المشاكل، ولكن وجدنا بابا مفتوحا عن طريق منظمة التقنية من أجل السلام، وأدعو الجميع إلى مشاركة دوراتهم التثقيفية حول كيفية أن توصل إلى الحقيقة، وكيفية الوصول إلى الخبر الصادق والخبر الكاذب. في هذه المناسبة أشكر السيد أوس السعدي ومنظمة التقنية من أجل السلام، لأنهم ساعدوني كثيرا وأنقذوني من مشاكل كثيرة، وهي التبليغات الكاذبة من قبل أناس لا يريدون إظهار الحقيقة. شكرا لكم.